السلام عليكم. طبعا واحنا بنسمع عن أخبار عالم دي سي السينمائي، بنستنى نسمع عن أفلام ومسلسلات وشخصيات جديدة. بس الجديد بقى إن جيمس جان طلع وأكد إن أعمال الأنيميشن والألعاب هيكونوا جزء من الخطة الجديدة بتاعته، ومن ساعتها محدش فاهم حاجة. فيا ترى ده معناه إيه؟ وإيه التجربة الجديدة اللي احنا داخلين عليها؟ كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض. بس قبل ما نبدأ الحلقة ياريت تتأكد إن أنت واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا، وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض أخبار عالم دي سي الجديد جدا. طيب بالنسبة للأنيميشن إزاي هيكون جزء من العالم السينمائي؟ بص، الموضوع ده مش أول مرة يحصل في دي سي، حصلت قبل كده في عالم الأروفيرس حاجة شبه كده. ودي كانت الطريقة اللي سي دبليو قدموا بيها شخصية فينيكس، شخصية قدراتها عشان تتقدم محتاجة سي جي آي بميزانية كبيرة. عشان كده السي دبليو قرروا يقدموها من خلال مسلسل أنيميشن، واللي ظهر فيه آرو وفلاش وبأصوات أبطال المسلسلات، وكانت تجربة لذيذة وقتها. Oh, your timing is beyond awesome. ولكن طبعا في العالم السينمائي الموضوع هيكون أكبر، وممكن تقدم قصص للجاستس ليج ما حصلتش قبل كده، وبأصوات الممثلين اللي احنا عارفينهم زي هنري كيفيل وجيسون موموا وإزلا ميلر. ومش بس كده، كمان ستايل الأنيميشن هيتغير، ومش هيكون مجرد 2D زي الأول. لا، المرة دي هتشوف أنيميشن بجودة ال 3D، وده هيكون بالتعاون مع أمازون. تخيل معايا أفلام الأنيميشن الجاحدة اللي دي سي بتعملها هتكون بجودة أحسن، وكمان بأصوات الأبطال نفسهم اللي في العالم السينمائي. يعني الأنيميشن في دي سي هيكون من جامد لأجمد. وده كان بالنسبة للأنيميشن. بالنسبة بقى للألعاب إزاي هتكون جزء من العالم السينمائي؟ آخر مرة ارتبطت الأفلام فيها مع الألعاب كانت في بداية الألفية، وكان ساعتها الفيلم بينزل ومعاه لعبة في نفس الوقت، وكنت وقتها تخلص الفيلم من هنا وتروح للعبة بتاعته عشان تعيد نفس التجربة دي تاني. كانت حاجة روشة جدا وقتها، ولكن للأسف الموضوع ده انقرض دلوقتي، والألعاب بقت في عالم تاني لوحدها. بس تجربة دي سي هتكون مختلفة شوية. انت هنا بتلعب بشخصيتك المفضلة، وهتسمع صوت الممثل اللي بيلعب الدور، وكمان هتعيش معاه الرحلة بتاعته. يعني عايزك كده تتخيل معايا تكون بتلعب باتمان أركام سيتي بصوت باتمان بين أفليك. أظن مفيش حاجة أحسن من كده. بس التعقيب الوحيد على الموضوع ده وأهم حاجة إن الأعمال دي ما تبقاش مترابطة بشكل مباشر، بحيث إن أنا لو فوتت لعبة أو مسلسل ده ما يبقاش ليه تأثير على تجربة الأفلام، لأن ده هيخسرك جمهور كبير. فلازم يكونوا عاملين حسابهم على ده، بحيث إن يكون عندك عالم متنوع وناجح في نفس الوقت. بس عامة أنا متحمس جدا للتجربة الجديدة اللي احنا داخلين عليها، وأتمنى إن جيمس جان ينفذها بشكل كويس مع بيتر سافرين، ونشوف عالم محصلش قبل كده سواء في دي سي أو أي عالم تاني. انت داخل على تجربة مختلفة تماما، أتمنى إنها تنجح. وبس كده، ده كان كل اللي عندي بالنسبة للأخبار اللي طلعت عن عالم دي سي الفترة اللي فاتت. إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، وكالعادة لو حسيت إن أنت عايز تتفرج على فيديوهات تانية ياريت تنزل تشوفنا تحت في القناة وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم آخر الله في الحلقات اللي جاية. سلام.